السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساكم بكل خير. قصة جميلة حبيت أشاركها معكم وإن شاء الله تنال إعجابكم يا رب. هذه قصة بين صديقين يمني وسعودي، جمعتهم المخوة والمحبة. فكانوا يشتغلوا في العقارات، بناء البيوت والغرف والمحلات وغيره، فسنين على هذا الشيء، حتى انهم جالسين بنفس المكان وساكنين بنفس المكان وكذا يعني. المهم ابو محمد السعودي يكلم ابو عدنان اليمني، يقول له انا شايفك يعني تجلس لك سنة، تروح لك اليمن شهرين، شهر، كل ما جمعت الفلوس وجيت تاخذها مني وروحت اليمن، ايش رايك تصرفها يعني؟ ايش رايك اجمعها لك، نسوي لك مشروع، نسوي لك كذا وتمسك نفسك سنة سنتين ما تسافر الين ربي يفرجها. قال له والله الشور شورك، توكل على الله، اللي انت فيه انا فيه. ابو محمد جلس يشتغل معاه ابو عدنان سنة سنتين ثلاث، جمع له مبلغ طيب، جمع له مبلغ 70,000. على العموم ابو محمد شاف له بيت جاره اللي جنبه يشتي يبيع، قال له راح كلم ابو عدنان، ايش رايك جارنا اللي جنبنا يشتي يبيع البيت، نروح نشوفه؟ قال له والله غالي، خلينا نروح نشوفه وبعدين لعله خير، خلينا نشوفه اول شيء. راح لعند جاره ابو محمد، يقول له السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعت انك تبغى تبيع البيت. قال له نعم. قال له كم تبي فيه؟ قال له والله ابي فيه 100,000. قال له طيب ولجارك اولى بالشفاعة لي؟ قال له 15,000 طيحتها على شانك، 85,000. توكل على الله واشترى البيت وكتبها باسمه. طبعا ورى ابو عدنان البيت ودخل وشافها وكذا، فاشتراها باسمه ب85,000. فابو محمد قدم 15,000 ريال على ابو عدنان. قال له خلاص وقت ما هي معك متوفرة معك جيبها لي. قال له كثر الله خيرك. اشتغل له فترة واستأذن ابو محمد، قال له انا ابغى اروح اليمن ازور اهلي واجيبهم هنا في البيت هذا. قال له توكل على الله، ومتى ما توفرت الفلوس معي ان شاء الله باذن الله بعد ما ارجع بعطيك حقك. قال له توكل على الله يا رجال، اللي بيننا اكبر من كذا. فراح على اليمن، وصل المنفذ اليمني وخرج منه، واللي صار انه صار عليه حادث ابو عدنان وتوفى واسعفوا على المستشفى وتوفى بعدها، حصل له نزيف، حصل له كذا وتوفى، الله يرحمه ويغفر له. المهم ابو عدنان عنده زوجته وولده هذا الصغير، اللي هو عدنان نفسه يعني عمره 14 سنة. لما راح المستشفى وخلصوا إجراءات وقبروا الأب وكذا، جلسوا لهم فترة. طبعا لقوا في جيبه حوالي 20,000 ريال ومعاه شنطة وغراضة. 20,000 ريال صرفوها لأنه يعني وضعهم كان سيء وما عندهم فلوس، فصرفوا هذا المبلغ اللي هو 20,000 ريال. لين وصل الولد عمر 24 سنة تقريبا، وبعد 5 سنوات أم الولد أم عدنان تقول له يا ولدي إيش رأيك تروح تغترب في السعودية وتروح تشتغل هناك تصرف علينا؟ قال لها والله يعني خير ما قلت يا أمي، نتوكل على الله. قبل لا يسافر شاف المحفظة حق أبوه وفي ورقة مكتوب عليها إنه أنا مديون للشخص اللي هو أبو محمد مبلغ 15,000 ريال في المكان الفلاني، في الحي الفلاني، جنب المسجد الفلاني في حي جدة. فقال له يا أمي هذه الورقة كانت في جيب أبي، فأبي عليه دين فنبغى نسدد دينه. قالت له خلاص يا ولدي أنت روح المملكة واشتغل وتواصل معاهم، روح للمكان هذا واسأل على أبو محمد هذا وشوف المبلغ هذا، وإن شاء الله ربي بيعينك على سداده. توكل على الله وسافر على المملكة العربية السعودية واشتغل هنا. فبعدها بفترة راح على المكان اللي مكتوب في العنوان، وصل عند المسجد وسأل عن بيت أبو محمد وفلان اللي هو فلان الفلان الفلاني. وصل ودق الباب، خرج له واحد، السلام عليكم. وعليكم السلام، من أنت؟ قال له أنا والله عدنان ولد فلان الفلاني. قال له أنت عدنان؟ قال له نعم. قال له يا حياك الله، وسلم عليه بحرارة وحضنه وكذا.
قال له وين ابوك؟ قال له ابوي والله توفى من 5 سنوات، صار عليه حادث وتوفى. قال الله يرحمه تفضل، وجلسوا عنده في المجلس، غداه وعشاه واخذ علومه وكذا. فايش السالفه؟ ايش اللي عندك؟ ايش اللي جابك؟ انه كيف عرفت الموقع؟ عرفت انا يعني وعرفت المكان؟ قال له والله انا لقيت ورقه في مخبأ ابوي بجيبه، ويقول انه عليه مبلغ 15,000 لابوك، فانا جاي اسدد وابغاكم تصبروا لي، يعني اسددكم على دفعات الين يعني ربي يفرجها، تصبرون عليه. قال له خير ان شاء الله. دخل محمد لعند، طبعا سأل محمد قال له وين ابوك؟ قال له انا ابوي والله توفى قبل 6 أشهر، الله يرحمه، والوالده موجوده. لحظه بدخل عند الوالده اكلمها وارجع. دخل لعند والدته وكلمها، قال لها يا امي هذا عدنان يقول انه ابوه مات وجاي قبل 5 سنوات، والان جاء ويقول انه عليه يعني متسلف من ابوي 15,000 ريال. قالت ولد ابو عدنان هذا؟ قالت نعم. قالت اصبر خليه يجلس، اتصل الان على اخوالك وعلى عمامك، خليهم كلهم يحضروا. اتصل عليهم وجو للمجلس. ايش القصة؟ قالت الام لمحمد ابنها ابوك الله يرحمه قبل ما يموت معه اوراق وصك ملكية اللي هي البصيرة، ان هذا البيت اللي جنبنا لابو عدنان وعياله، وانه تاخر علي 5 سنوات ما اقل لحد الان، وانا اشترينا البيت ب85,000 وهو دفع 70 وانا دفعت 15، فهذا البيت مو لنا، هذا البيت لهم. اتصل على اخوالك، اتصل اخواله وعمامه وجو وكلموه. قال فرح طبعا مسكين سبحان الله، قال انا جيت اسدد لكم دين وربي اكرمنا يعني وكذا والحمد لله. المهم قالوا بيبيعوا البيت، راحوا عشان يبيعوا البيت. في المزاد وصل سعر البيت يقولون 300 ويقولوا 350,000. بيعت بيت 350,000 تقريبا، واعطاهم 15,000 حقهم، واخذ الفلوس وراح على بلده اليمن. قال لهم والله احنا حالتنا حالة في بلدنا هناك في اليمن، وهذا المبلغ طيب، وان شاء الله بناخذ لنا هناك بيت وبنضبط امورنا وبنضبط وضعنا يعني، والحمد لله هذا بفضل الله. اعطاهم بقية فلوسهم وتوكل على الله على اليمن. فتستعجب من هذه القصة العجيب انه نية الولد عن سداد دين ابوه ما شاء الله تبارك الله، والام كذلك، وام محمد اللي اخلصوا عن نيتهم لله سبحانه وتعالى وبرؤوا ذمة ابوهم واعطوا الارض لصاحبها ورجعوا الحلال والارض لصاحبها. فقصة جميلة حبيت اشاركها معاكم، واشوفكم على خير وفي امان الله.